السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. بص أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا، صدقني. وأنا يعني كنت عاوز أحط جدول لنفسي إن أعمل فيديو كل أسبوع، يعني لقيتني بعمل فيديو كل شهرين تقريبا. يا رب أقدر أنتظم بس الفترة الجاية. أنا بحاول نعمل كل أسبوع حلقة عن مسلسل ذا لاست أوف أس، وحقيقي مش ملاحق والله. بس إن شاء الله هنعمل فيديو عن أول 3 حلقات وهنكمل من الحلقة الرابعة، هيبقى فيديو كل أسبوع. المهم، فيلم سينرز، فيلم انا لما شفت التريلر بتاعه من كام شهر ما حسيتش انه هيكون بهذه الاهميه صراحه. قلت فيلم رعب عادي يعني، بس الفيلم لما نزل في السينمات الدنيا بره اتقلبت حرفيا. كله قال ده احسن فيلم في السنه وبتاع وكلاسيك ومش عارف ايه. فانا قلت لا، يعني احنا لازم نشوفه بقى. وبصراحه كان معاهم حق، الفيلم من اخراج راين كودلر، وراين كودلر مش مخرج مفضل بالنسبه لي بصراحه. هو مخرج بلاك بانثر وكريد. انا مش فان لافلام كريد وبلاك بانثر، يعني اول جزء كان حلو بس it didn't age well بصراحه. وبحس راين كولر اللي هو ايه، لما امك تعمل لك جوردن بيل في البيت، فاهمني؟ اللي هو المخرج اللي بيجيب ابطال من اصحاب البشره السوداء يعمل بيهم افلام، وحالف انه ما يدخل حد ابيض في لوكيشن التصوير، وحالف برضه ان محدش يبقى بطل افلامه غير مايكل بي جوردن. بس بكل صراحه سينرز هو احسن فيلم عمله، يمكن عشان الفيلم الوحيد الاصلي اللي هو عمله. باقي الافلام زي كريد كان مقتبس من افلام سيلفستر، افلام رامبو، مش رامبو، الافلام التانية اسمها ايه، ما علينا. وفيلم بلاك بانثر من افلام مارفل، فسينرز يعتبر اول فيلم اصلي هو يعمله، فيلم من كتابته تقريبا. لو انا مش متاكد بصراحه من المعلومه دي، بس اعتقد يعني. رغم ان انا كنت شايف ان لو جوردان بيل هو اللي عمل الفيلم ده كان هيبقى فيلم احلى بمراحل، لان جوردان بيل حريف افلام رعب صاحبة فكره، وفيلم سينرز ينتمي لهذه النوعيه يعني. بس كده كده جوردان بيل له فيلم السنه دي اسمه هم، ومن التريلر بتاعه شكله هيبقى حاجه فشيخه. المهم نرجع لسينرز. الفيلم بيدور في ثلاثينات القرن الماضي في ولايه ميسيسيبي. بنشوف اخين توأم اسمهم سموك وستاك، والاتنين عامل دورهم مايكل بي جوردن. وبنشوفهم بيرجعوا لموطنهم بعد ما سافروا ومرتاحوش، فقرروا يرجعوا يفتحوا بار او مكان للشرب والموسيقى يعني في ولايتهم الاصليه اللي هي ميسيسيبي. وبيكون البار ده لاصحاب البشره السوداء بس، بسبب عنصريه البيض ضدهم في الفتره دي في امريكا يعني. ولكن طبعا الخطه ما بتمشيش زي ما كنا عايزين، والليله بتتحول لكابوس. الفيلم كله بيدور في حوالي 26 ساعه مثلا. هتفهم ليه 26 مش 24 لما تتفرج على الفيلم. وبرضه الفيلم بيخلص 3 نهايات ورا بعض، اللي هو بتقول خلاص الفيلم خلص يلا نقوم نروح، تلاقي الفيلم لسه مكمل. بعدين تقول خلاص الفيلم خلص، التتر نزل اهو يلا نقوم نروح، فتلاقي الفيلم لسه مكمل. فاللي هو يعني مش عيب في الفيلم، بس حسيت اللي هو طب ما كنت تلحم ال3 نهايات في ظهر بعض بدل احساس النهايه المزيفه ده، فاهمني؟ بس يعني في مشهد بعد التتر الاولاني لازم تشوفه، لانك لو مشفتهوش فالفيلم هيكون ناقص بالنسبه لك بعد تتر النهايه الاولاني. نيجي للاداءات التمثيليه اللي بصراحه لا غبار عليها. مايكل بي جوردن عمل احسن اداء في تاريخه تقريبا، خصوصا انه عامل دور 2 توأم مش دور واحد بس يعني. ما شفتلوش اداء عليه القيمه كده من بعد دوره في بلاك بانثر، كان اسمه كليمونجر تقريبا، مش فاكر، بس اللي هو كان عليه بزابيس في جسمه ده. هايلي ستاينفيلد كانت عسل فشخ. وونمي موساكو انا بحبها وبحب تمثيلها بصراحه. ديلروي ليندو مفيش كلام يتقال عليه، يعني الراجل عامل حاجه، يعني حاجه تخلد في الفيلم ده. عامل اداء حقيقي، اداء من الهادي اللي هو لا انت حاجه كبيره قوي يا معلم. مايلز كريتن، وده يعتبر البطل التاني بعد مايكل بي جوردن اصلا في الفيلم. وانا اتصدمت لما عرفت ان ده اول دور يعمله في حياته. انت فاهم؟ يعني هو شاب او لسه صغير، بس ده اول دور يعمله في حياته، دور في فيلم تقيل زي ده وفيلم مكسر الدنيا زي ده. فيعني حاجه تستحق التقدير، يعني انت قدامك مستقبل باهر، فاهمني؟ واخيرا جاك اوكانل، ده الوحيد اللي خلاني خلال مشاهدتي للفيلم اقول الواد ده عامل دوره بشكل جامد من ساعه ما ظهر لحد اخر الفيلم، وهو فعلا ولا غلطه. لما هتشوف الفيلم هتفهم قصدي. نيجي للسكور او الموسيقى، ويعني لودويج جورانسون يا جماعه. ولو مش عارف مين ده، فده اللي عامل سكور اوبنهايمر. ولو مش عارف سكور اوبنهايمر فاقفل الفيديو يا ابني، انت بتعمل ايه هنا؟ لا لا بجد، السكور في الفيلم ده حاجه من بتاعه الافلام الكلاسيك دي، مش سكور فيلم رعب عادي. وبما اننا جبنا سيره السكور فلازم اتكلم عن الاخراج. بس قبل ما اتكلم عن الاخراج عايز اقول حاجه بس في حق السيناريو، اللي انا ما اعرفش مين اللي كتبه، لان لو راين كودلر فيعني راين كودلر عامل اداء بتاريخ ميسي 2019 في الفيلم ده. السيناريو في الفيلم في حاجات كده بتبقى اللي هو انت عايز تقف فيها، يعني فاهم اللي هو انتوا بتتكلموا كلام يا جدعان، كلام جامد، يعني كلام مش في فيلم رعب، كلام ما يتكتبش في فيلم رعب. واحنا عارفين ان الافلام الرعب بتبقى السيناريو فيها ممكن يكون اضعف حاجه، السيناريو والاخراج عموما انت داخل فاهم تخاف وخلاص. لا السيناريو هنا مكتوب بطريقه اللي هو لا كلام تقيل بيتقال. نرجع لنقطه الاخراج يا جماعه. في مشهد من غير حرق، يعني انا هسميه مشهد الموسيقى والرقص او الغنى والرقص، يعني انت لو شفت الفيلم هتفهم قصدي. المشهد ده من افضل المشاهد اللي انا شفتها في السينما اخر 10 سنين مثلا. لا يعني بجد حاجه نسقف لها، وحاجه اوريجينال كده، حاجه ما افتكرش اني شفت زيها قبل كده.
في النهايه يعني فيلم سينرز نجح في السينمات ونجح على المستوى النقدي، وحاجه غريبه ان ما لقيتش اي حد من اليوتيوبرز الكبار هنا اتكلم عنه زي استاذ محمود مهدي او احمد كمال بتاع افلام، رغم انه موجود في كل السينمات في الوطن العربي عادي. بس هو فيلم حقيقي يستحق المشاهده لو ما شفتهوش، ويستحق تدفع له تذكره سينما. تقييمي له 4.5 من 5. بس خليك فاكر انه فيلم حلو، مش فيلم رعب حلو. انت نص الفيلم الاولاني كله عباره عن اكسبوزيشن للشخصيات والعالم اللي احنا فيه، والنص التاني بتبدا تعرف هو ليه متصنف رعب بقى. حاجه شبه جيت اوت كده، مش ذا كونجورنج مثلا، لا. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو عاوز تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. سلام عليكم.